اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ هنعمل إن شاء الله شوية قرص كده فلاحي على طريقة ست الحبايب، بأسهل طريقة وبأقل إمكانيات وبكل الإمكانيات المتاحة عندك. هنسمي بسم الله ونبدأ مع بعض. أنا جبت كيلو ونص من الدقيق وعليه كوباية إلا ربع من السكر، وممكن توصليها الكوباية، ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة فانيليا. ممكن تحطي لبن بودرة، ممكن، وممكن انا هعجنها بالمية، ممكن تعجنيها باللبن اللي هو الحليب، وممكن تعجنيها باللبن الرايب، ممكن. حلوة قوي. بصي الامكانيات المتاحة عندك اعملي بيها وشغلي نفسك واملي بيتك خير وبركة. انا جبت كده كوباية الا ربع من الزيت، عليها كوباية من الزبدة، ممكن تبقى زبدة بس كلها، وممكن بدل ما هي كوباية زبدة يبقى نصها زيت ونصها زبدة، وممكن السمنة المتاحة عندك اعملي بيها. السمنة العلب دي ممكن تعملي بيها. متوقفيش نفسك على اي حاجة، اعملي لولادك وابسطيهم بامكانياتك انتي وبامكانيات بيتك. مهم ما تحرميش ولادك من حاجة. احنا هنفرك الدقيق كده بالمادة الدهنية لغاية ما يبقى عامل زي الرمل المبلول كده معانا. هنجيب بقى مية دافية، المعيار ده بيشيل معايا 5 كوبايات من اللي هو المج الشاي العادي اللي في كل بيت. احنا هنحط المية كده بالتدريج معانا، لان دايما بقولك في المعجنات الدقيق بيختلف من مكان لمكان. في دقيق بيشرب سوائل كتير، وفي دقيق ما بياخدش السوائل. انا عارفة طبعا الدقيق اللي عندي ويعني ايه، عارفة بياخد قد ايه، لان انا بجرب الدقيق اللي بستعمله كذا مرة وبعرف المعيار بتاعه وبثبت عليه وما بغيروش. ده دقيق جميع استخدامات. اللي هيسأل على النوع دقيق اللي هو اللي عند العطار السايب ده بتاع المعجنات، مش مخصص للكحك والبسكوت. ده دقيق عادي. هنعجن بقى كده العجين معانا لغاية ما يبقى لين كده. العجينة تبقى لينة وطرية معاكي، بس مش بتلزق في الايد. خد قد ايه مية؟ خد 4 كوبايات ونص لكيلو ونص من الدقيق. ان الكيلو بياخد 3 كوبايات من المية. كيلو دقيق للعجينة الطرية اللينة بياخد 3 كوبايات من المية. انا عاملة كيلو ونص، خد 4 كوبايات ونص من المية. وانا هوريكي فاض قد ايه في المعيار، حوالي نص كوباية. العجينة تكون طرية ومش بتلزق في الايد. هنغطيها بقى تخمر، وايه، نص ساعة، نص ساعة لساعة الا ربع معاك لغاية ما تخمر. على حسب الجو اللي عندك. في الشتاء بتاخد من ساعة لساعة ونص عقبال ما تخمر، على حسب برضو المكان والدفى اللي موجود فيه العجين. هنقطع كده، هنقرص العجين مع بعض ونقطعه كده. وحجم القرصة انت اللي بتتحكمي فيه. عايزاها قرصة كبيرة صغري القطعة بتاعتك. عايزاها قرصة كده متوسطة زي اللي انا عاملاها، زي ما انت عايزة. هنقطع الكمية كلها كده وهنكملها مع بعض. دي طريقة امي، ربنا يشفيها يا رب ويخليها لي يا رب، ويخلي كل ويشفيهم ويخليهم يا رب، واللي توفى منهم ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته. احنا هنفرد بقى بعد ما خلصنا تقطيع العجين. هنفرده طبعا في الصواني. هنبدأ من الاول ما بدأنا بالفرد. هنفرد في الصواني كده، هنفرده كله ونسيبه برضو يخمر تاني. هنفرد كده في الصينية بالشكل ده. هجيب بقى شوكة وايه، وهعمل لها تخريمات كده بسيطة عشان ما تنفخش من النص. انا مش عايزاها تنفخ من النص، عايزاها تبقى كده كلها متساوية بالشكل ده.
بتنفخ من النص كده، تبقى عاملة زي العيش القابب كده. انا مش عايزاها كده، انا عايزاها تبقى كلها ايه، سوا واحد كده بالشكل ده. هنعمل بقى الكمية كلها ونسيبها تخمر، يعني مش بتوع كتير، يعني نص ساعة بالكتير او ربع ساعة. وهندخلها في فرن اعلى درجة حرارة في الفرن عندك، بتقعد حوالي من 10 15 دقيقة بالكتير، لحد ما توصل معاكي للون ده. انا عاملة حجم صغير اهو، اللي هي القرصة دي، ده حجم صغير. لو عايزة الحجم ده انتي حرة، لو عايزة الحجم اللي من ورا ده برضو انتي ايه براحتك. بس الطعم جميل، وبألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا.